الدب ده فضل مستني الفرصة المناسبة لغاية ما تطلع الفريسة، لكن أول ما طلعت الفريسة هربت ومقدرش يمسكها في الآخر، وهينام من غير عشاء الليلة. الكلب ده ما جاش في باله اللي هيهجم عليه من تحت المية، لكنه قدر يهرب وينجى بحياته. اما الطائر ده كان مشغول بالوجبة اللي معاه، وما كانش عارف ان في ضيف هيجيله دلوقتي. الخنزير الصغير ده ماشي على مبدأ مش هسيب مكاني لو على موتي. وفي الاخر طردهم ورجع لمكانه. في المشهد ده الدب ركز وقدر يمسك الفريسة في المرة دي. اما السحلية دي بتحاول تعمل اقصى حاجة عندها، لكن مفيش فايدة برضه. اما العصابة دي اتلمت على التمساح ده علشان دخل منطقتهم، فما كانش عنده حل غير انه يمشي ويستسلم، كأنهم بيقولوا امشي من هنا ولو راجل ارجع هنا تاني. مش فاهم اللعبة الصغيرة دي راح هتعمل ايه مع الاندليفر ده لو خبط فيه مش هيقعد حي. اما الطائر ده فاكر اللي في المية سمكة، لكن اللي ظهر كان مفاجأة، فقال الطيب احسن.